متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشف مصدر في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المشغلة لساهر عن أن الأيام المقبلة ستشهد تطبيق النظام الجديد لمشروع السلامة المرورية المتطور من خلال نظام فيترونيك ليزر الذي سيرصد المخالفات المرورية بدقة عالية. وأوضح المصدر أن النظام الجديد سيحوي كاميرتين بدلا من الكاميرا الواحدة التي كانت تستخدم في نظام ساهر، وسيرصد مخالفات السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبتين وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة ورصد الشاحنات التي تخترق بعض الشوارع في أوقات الحظر. وبين أن النظام الجديد صمم لتصوير المخالفات بالفيديو وليس التصوير الفوتوغرافي فقط، لافتا إلى أنه يجري حاليا تدريب العاملين في المشروع على النظام الجديد وتجريب عدد من المواصفات الجديدة مثل رصد مخالفة عدم ترك المسافة الآمنة بين السيارات. هل أنت مع النظام الجديد أم ضده؟ شاركنا بالتعليق في الأسفل مع ذكر السبب، ولا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.